نفر هيرو. النهاردة هنتكلم عن الكاتب المصري. المهنة دي واحدة من أهم المهن في كيميت وأرفعها مكانة. أصحاب هذه المهنة تقلدوا مناصب رفيعة جدا، كان بينهم المحاسبين، مأموري الضرائب، وأحيانا الوزراء. الإله تحت، إله الحكمة والكتابة والحساب، كان هو الإله الحامي لهذه المهنة. الكتبة ليهم تماثيل من أجمل إبداعات الفنان المصري القديم. من أشهر هذه التماثيل على سبيل المثال لا الحصر الكاتب المصري الموجود بالمتحف في التحرير، مصنوع من الحجر الجيري الملون، وعلى فكرة ما نعرفش اسمه. وفي تمثال آخر لكاتب في متحف اللوفر بباريس، ما نعرفش اسمه، برضه مصنوع برضه من الحجر الجيري الملون. وفي تماثيل لكتبة غيرهم كتير، كلها قطع فنية بديعة، وكلها من عصر الدولة القديمة، يعني تقريبا 2600 قبل الميلاد. أما بقى أجمل هذه التماثيل في التمثال المعجزة، تمثال الكاتب متري. حقيقي تمثال ياخد العقل، الحقيقة معجزة فنية ليس لها مثيل. هو من القطع النادرة، مصنوع من الخشب مش من الحجر زي بقية التماثيل، ومغطى بطبقة من الجص الملون، ودي حاجة صعبة جدا. الإعجاز اللي في التمثال ده في العيون، عيون متري تديلك إيحاء إن ده كائن حي مش مجرد تمثال، ده كاتب حقيقي عايش وبيبصلك وكأنه عايز يتكلم معاك. نلاحظ إن عيونه زرقاء، ده دليل إن العيون الفاتحة موجودة في الجينات المصرية من قديم الأزل. كمان واضح إنه مخلص في عمله، اشتغل كتير، لأن عيونه فيها حمرة ناتجة عن الإجهاد في العمل. ما افتكرش أبدا إن في فنان النهاردة يقدر يعمل تمثال زي ده غير الفنان المصري القديم. بصراحة موهبة ملهاش زي. إيه الأدوات اللي الكاتب المصري كان بيستخدمها؟ واحد مثلا لوحة الكتابة، كانت تصنع من الحجر الجيري أو من الخشب، وأحيانا من العاج أو من عظام الحيوانات، وكان بها فتحات مستديرة لوضع الحبر جواها على اختلاف ألوانه. غالبا كانوا بيستخدموا الأحمر والأسود في الكتابة وفي الرسم. الألوان المختلفة كانت ناتجة عن طحن الأحجار الطبيعية، وبعد كده يخففوها بالماء. استخرجوا اللون الأصفر والأحمر من الطمي الموجود على جزيرة إليفانتين، واللون الأزرق من الكوبالت، والأبيض من الجير، والأسود من فحم الخشب إلى آخره. كانوا بيتصرفوا، كان عندهم كل الألوان خصوصا اللون الأزرق. اللون الأزرق ده هو أول لون أزرق اتعرف في التاريخ، كان اللون المصري، لدرجة كانوا بيسموه اللون المصري. من الأدوات اللي كان بيستخدمها الكاتب أيضا الريشة أو القلم، وكانوا بيصنعوها من البوص أو الغاب، والكاتب كان بيبري طرف البوص ليتمكن من التحكم في حجم الخط عشان يعمل الفونت يعني. كان عندهم كمان مقلمة. المقلمة كانت عبارة عن صندوق صغير مصنوع غالبا من الخشب، وبتساعدهم في تنظيم أدوات الكتابة وحفظها، ويتم عادة تزيينها بالزخارف الرقيقة. وعندنا نماذج كتير لهذه المقلمات محفوظة في المتاحف المختلفة. حتى المقلمة اللي التلميذ النهاردة بياخدها وهو رايح المدرسة، دي موجودة في كيميت من آلاف السنين. كيميت أصل كل شيء.